السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن موضوع جديد، وهو اكتشاف جديد صدر حديثا في المجلات الطبية، وهو الخلايا M. إيه هي الخلايا M؟ وهي دورها إيه؟ ووظيفتها إيه؟ وبيتم تكوينها فين؟ وبتعمل إيه بالظبط؟ هي الخلايا M هي دي خلايا مناعية بتبقى موجودة في الغدة أو بتنتجها الغدة التيموسية أو الغدة الزعترية. طيب هي الغدة الزعترية دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن غدة صغيرة خالص قد تقريبا عقلة الصباع، وبتكون موجودة على القلب. طيب هي دي وظيفتها إيه؟ هي دي وظيفتها مناعية بحتة. الغدة ديت وظيفتها ودورها مناعي بالدرجة الأولى. طيب هي الغدة التيموسية ديت أو الغدة الزعترية هي ديت السبب في المشاكل المناعية، وخصوصا مرض الوهن العضلي اللي اتكلمنا عليه قبل كده اهوت. والخلايا المناعية هي دورها بيبقى كبير جدا في إنتاج الخلايا المناعية، وكذلك برضو تدريبها والحصول على الفيروسات والميكروبات اللي المناعة بتمسكه، وبيتم تحليل الدي ان ايه او الار ان ايه بتاعه جوه الغدة التيموسية، وكذلك برضو الانتي بودي الأجسام المضادة هي اللي بتنتجها بتتحكم في عددها، وهي اللي بتزود خلايا المناعة بتاعة الجسم. يعني عاوزين نقول كده اهو، الغدة التيموسية والغدة الزعترية دي المايسترو بتاع المناعة، وده اللي تم اكتشافه. طبعا هو أساس المناعة هو نخاع العظم. طب ليه نخاع العظم؟ لأنه هو اللي بينتج كرات الدم البيضاء، وهو اللي بينتج كمان الليمفوسايتس اللي هي المادة الأولية اللي بيتصنع منها الأنتي بودي أو الأجسام المضادة. بس الدراسة طبعا اكتشفت ان هي المناعة بتاعة الجسم متكاملة. يعني لو في حاجة حصلت للجسم، يعني مثلا حد عنده مرض الوهن العضلي وعمل عملية وشال او استأصل الغدة التيموسية، معنى كده المناعة زيرو؟ لا، المناعة مش زيرو. في وسائل تانية للجسم. الجسم متعدد الطبقات المناعية او الوسائل المناعية، فهي دي النقطة. طيب هي ايه الخلايا الجديدة الام فولد اللي قلت عليها في البداية؟ دي خلايا جديدة بتشبه كتير الخلايا اللي بتبقى موجودة في الجهاز التنفسي او في الرئة، وكذلك في الامعاء. طب هي الخلايا دي دورها ايه؟ الخلايا ديت بتمسك اي ميكروب او فيروس. انت لما بتتنفس او بتاكل، في ميكروب بيدخل مع الاكل وبيدخل مع الهواء. في الخلايا دي خط دفاع اولي او خط دفاع متقدم، ان هي بتمسك الفيروسات والميكروب اللي بيبقى موجود سواء في الاكل او في الهواء. بتمسكه من البداية، من قبل ما بقى يدخل الجسم ويتكاثر ويؤدي للمرض، وتلاقي درجة حرارتك عليت وتعبان والتهاب الشعب الهوائية والمغص والإسهال. بيمسكه من البداية خالص. هي دي النقطة أو المسألة دي الخلايا M، ودي اللي تم يعني اكتشافها الام فولد، ان هي مشابهة. دي طبعا اللي بتعملها الغدة التيموسية، ودي المشابهة للي موجودة في الرئتين وفي الجهاز الهضمي أو الأمعاء تحديدا يعني. طيب ال ال الفيروسات اللي بتوصل للغدة التيموسية دي بيتم تحليلها، والغدة التيموسية بتحدد هي بتشتغل على ايه، وايه الدي ان ايه او الار ان ايه بتاعها، وتشوف ازاي ان هي تقدر ان هي تهاجمها، والسبايك بروتين اللي موجود على الفيروس من فوق، وعلى الاساس ده بتهندس له الانتي بودي اللي هيركب عليه، بحيث ان هو ما يقدرش ان هو يلتصق بالخلايا، وما يقدرش ان هو يعمل ريبليكيشن او يتكاثر. دي النقطة. طيب هي ليه الغدة التيموسية هي المايسترو؟ لأن هي لغز مناعي. هو طبعا الدراسة بينت جزء منه، لكن هي اللي خلصت إليه الدراسة، وحاول طبعا ننزله لكم في الفيديو، إن الغدة التيموسية معقدة جدا. النقطة التانية ليها وسائل مناعية كتير، وبتكون هي وظيفتها في الأساس هي المناعة والتكامل المناعي، لأن الخلايا بتاعتها الخلايا المناعية هي اللي بتتخاطب وبتتناقش مع الجسم، وبتتناقش مع أو بتتخاطب مع الوسائل المناعية الأخرى اللي موجودة في الجسم، لأن زي ما قلنا الجسم متعدد الطبقات المناعية.
فهي المايسترو هي يعني بيبقى لغة التواصل ما بينها وما بين باقي مناطق المناعة أو الوسائل المناعية اللي موجودة داخل الجسم. الدراسة طبعا يعني هي اتكلمت برضو على نقاط كتير. طيب احنا دلوقتي في تساؤل مهم بعد ما الدراسة ديت طلعت، ولقوا ان الخلايا ام ديت بتتصنع جوه منطقة النخاع، جوه الغدة التيموسية او جوه الغدة الزعترية. الغدة الزعترية مقسمة من الداخل، هي عقلة صباع بس هي مقسمة جوه من الداخل. الجزء المسؤول عن انتاج الخلايا ام او الميكروفولد هي ديت الجزء الخاص بالنخاع، ان هي مقسمة من الداخل زي ما قلنا. النقطة التانية هي بتتضمن تدريب الخلايا كمان الليمفاوية، مش إنتاج الخلايا إم بس ولا كرات الدم البيضاء ولا تدريبها بس، ده كمان الخلايا المناعية الليمفاوية. وبتدرب المناعة على عدم مهاجمة الأنسجة الطبيعية للجسم عن طريق الخطأ. هي وصلت لدرجة كبيرة جدا، يعني هي بتنتج الخلايا المناعية وبتدربها، والخلايا الليمفاوية والخلايا ام اللي هي الميكروفولد، وبتدربها يعني وتعرفها ان هي ما تهاجمش الخلايا والأنسجة بتاعة الجسم عشان الأمراض المناعية. عشان كده بيكون في خلل في الجسم والمناعة هي اللي بتهاجم، بيبقى فيه مشكلة في الغدة التيموسية ذات نفسها، وخصوصا في مرض الوهن العضلي. ودورها زي ما قلنا في الخلايا إنتاج الأجسام المضادة اللي بتمنع الريبليكيشن، بتمنع الفيروس إن هو يحصل له ريبليكيشن أو يلتصق بالخلايا عن طريق اللي هي السبايك أو الأشواك الموجودة فيه. وهي الغدة التيموسية هي اللي بتنشئ الجهاز المناعي أصلا وبتنظم عمله كله، زي ما قلنا ان هي المايسترو بتاع الجسم. طيب احنا دلوقتي في تساؤل، لو حد دلوقتي عنده مشكله وهيستأصل غده تيموسيه او عنده مشكله في المناعه وتم اكتشاف ان المشكله دي من الغده التيموسيه، ينفع الواحد يستأصلها او يزرع غده تيموسيه تانية؟ هي دي بقى النقطه اللي بتفتح الباب على الخلايا المناعيه وزياده المناعه. هو طبعا حاليا مفيش إمكانية بحاجة زي كده في زراعة الغدة التيموسية أو الزعترية ولا أي أبحاث، لكن البحث دوت يعني هو فتح وسلط الضوء على نقطة زي كده. طيب النقطة الأهم، احنا دلوقتي ليه أصلا نستأصل ونزرع غدة تيموسية ونفكر في نقطة زي كده؟ هو الأفضل للجسم إن احنا نصلح العضو اللي فيه تلف ولا إن احنا نستبدله؟ لا، الأفضل طبعا إن احنا نصلحه عشان ما ناخدش بعد كده مضادات مثبطات مناعة والمشاكل بتاعتها ونبقى معزولين لفترة. ووارد برضو ممكن مع مثبطات المناعة لو في جرعات نسيناها أو ما خدناهاش المناعة تنشط وتهاجم الجزء ده وارد. طيب هي الحجامة هتساعد الغدة التيموسية إن هي تصلح سلوكها ولا لأ؟ هو مبدئيا الحجامة كعلاج هو علاج جميل جدا جدا جدا. النقطة التانية، دور الحجامة عالي جدا في الحاجات ديت وخصوصا الأمراض المناعية والانتقائية. احنا لما كنا بنعرف ان الحجامة افضل مكان ليها على الظهر منطقة الكاهل اللي هي المواجهة للقلب والأورطة بتاعت القلب، دي كانت بترفع المناعة جدا. وفي يعني اوقات كتير ما كناش نعرف ايه السبب. هي قصاد القلب من الظهر، قصاد الأورطة بتفلتر، تطلع الدهون، كوليسترول، بتفلتر من الفيروسات والبكتيريا اللي موجودة جوه الجسم. لو في المناعة الضالة أو المناعة اللي بتهاجم الجسم ذات نفسه بتفلترها وتطلعها. لكن التفكير في إن هي بتحسن سلوك الغدة التيموسية ده كانش معروف لحد فترة قريبة جدا. وهي دي النقطة والمشكلة، إن الغدة التيموسية موضعها أصلا بيبقى موجود على القلب. طب ليه اشمعنى الموضع ده؟ ليه ما تكونش مثلا قريبة من نخاع العظم مثلا على الفقرات القطنية، عشان دي أكبر فقرات ودي اللي بتنتج كرات دم كتير؟ لا، الشخص اللي قلبه ضعيف وعنده مشكلة في القلب شيء طبيعي مناعته بتبقى ضعيفة. ليه؟ لأن المايسترو اللي هو الغدة الزعترية والغدة التيموسية هتبقى ضعيفة، فنفس الشيء. فهي دي النقطة. عشان كده هوت الموضع اللي هو على الكاهل دوت زي ما بينشط القلب وبيريحه،
بينشط كمان الغدة الزعترية أو الغدة التيموسية، وبيزود نشاطها المناعي في الجسم، وعشان كده بيرفع من مستوى المناعة داخل الجسم، سواء بقى بالخلايا اللي تم اكتشافها حديثا، أو بكرات الدم البيضاء، أو بالمناعة الليمفاوية، أو بتدريب الخلايا المناعية. والنقطة التانية هي التدريب دي بتاخد أوقات، لكن بعد الحجامة الإنتاج بيبقى غزير وبيبقى كبير جدا، فدي حاجة بترفع المناعة جدا. هي دي النقطة أو المسألة، وهي الموضوع تكاملي مش منفرد. الجسم بيشتغل، يعني احنا قلنا الغدة التيموسية ما قلناش بتشتغل لوحدها، بنقول هي المايسترو، هي اللي بتحرك كل شيء، وهي اللي بتنبه كل شيء، وهي اللي بتعمل لغة التواصل ما بينها وبين مناعة الجسم ككل. دي النقطة اللي كنت حابب إن أنا أشاركها معاكم، ولو في أي سؤال أو أي استفسار سيبوه لنا في التعليقات وإحنا نجاوب عليه. ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.